أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهلك المعتاد بأهم العناوين. بدء خدمات الاتصالات بين إريتريا وإثيوبيا والملاحة الجوية ستبدأ قريبا. كلية أسمرة للعلوم الصحية تخرج 459 طالبا بالماجستير والبكالوريوس والدبلوم. تنظيم انتخابات مدراء الضواحي في لوكو عنسبة. بكين تتهم واشنطن بالسعي إلى تدمير التجارة العالمية. تايلاند تعلن إنقاذ فتية الكهف ومدربهم. و20 قتيلا في هجوم انتحاري في باكستان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بدأت خدمات الاتصالات بين إريتريا وإثيوبيا، وستبدأ الملاحة الجوية من وإلى أديس أبابا أسمرة في الأسبوع المقبل بموجب البيان المشترك للسلام والصداقة الموقع بين إريتريا وإثيوبيا يوم 9 يوليو في العاصمة أسمرة. ويذكر بأن قادة البلدين اتفقا على استئناف المواصلات والتجارة والاتصالات بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد من 8 وحتى 9 من يوليو بموجب الدعوة التي وجهها إليه فخامة الرئيس إسياس أفورقي. وعلى أساس هذا الاتفاق ستبدأ مجددا الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها التي توقفت لحوالي 20 عاما يوم الأربعاء 18 من يوليو. وسيخدم بدء خدمات الملاحة الجوية بين البلدين عصر السلام والصداقة الذي بدأ، كما سيكون له دور كبير لقيام الحكومتين بالتعاون الوطيد في كل المجالات بما يخدم ويدفع مصالح الشعبين. وقد وقع البيان المشترك الذي ضم 5 نقاط فخامة الرئيس إسياس أفورقي ورئيس الوزراء أبي أحمد. خرجت كلية أسمرة الصحية في 10 من يوليو 459 طالبا، منهم 18 بالماجستير و178 بالبكالوريوس و263 بالدبلوم. وتخرج 192 بمجال التمريض و82 بعلم الدواء و47 بالرعاية الصحية و138 بالمهن الصحية. وهنأت عميد الكلية الدكتور جدي جبر يوهنس في مراسم التخريج التي جرت في جامعة أسمرة الخريجين بمناسبة يوم التخرج، موضحة بأن الكلية تساهم كثيرا لتنمية القدرات البشرية الكفؤة وتحسين الخدمات الصحية، مناشدة الطلاب للعمل بجدية وبذل جهود حسيسة لتطوير مهنهم، مستفيدين من المعرفة العلمية والمهنية التي اكتسبوها كانطلاقة لتطوير مهنهم وتحمل أمانة الشعب. من جانبها أوضحت وزيرة الصحة السيدة آمنة نور حسين أن الإنجازات التي تحققت في المجالات كافة وخاصة في المجال الصحي نتاج الاستثمار والجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة لتطوير القدرات البشرية. وقالت إن هناك الكثير من المهام المتبقية لإيصال الخدمات الجيدة والسريعة إلى مناطق البلاد، مما يتطلب من الخريجين لتعزيز دورهم بالمعرفة التي اكتسبوها. وذكر ممثل الخريجين أن يوم تخرجهم يحملهم مسؤولية أكبر لكونه يأتي بمناخ السلام والمستقبل المشرق، مؤكدا استعدادهم لتطبيق الدراسة التي تلقوها على أرض الواقع. وأفاد الخريجون في تصريح لوكالة إرينا عن تعهدهم لخدمة الشعب بتفان في الوقت الذي ينطلقون فيه من طلاب إلى مهنيين. هذا وتأسست كلية أسمرة للعلوم الصحية عام 1995 تحت إشراف جامعة أسمرة، وتخرج هذا العام للمرة العاشرة. نظم الإريتريون المقيمون في هولندا مهرجانهم السنوي من 6 وحتى 8 من يوليو في مدينة روتردام. واشتمل المهرجان الذي افتتحه سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي السيد نجاسي كاسا على سيمينارات حول الأوضاع الراهنة في البلاد ودور إريتريو المهجر في البرامج الوطنية ومناشط ثقافية وفنية. وقال قنصل إريتريا في هولندا السيد سولومون محاري في الكلمة التي ألقاها إن المهرجان المنظم سنويا مناسبة لتقوية صفوف الإريتريين وتوسيع فرص الحوار والتفاكر فيما بينهم والحفاظ على القيم الوطنية والمجتمعية وتوريثها. ويعتبر مهرجان هذا العام استثنائيا لوجود آمال كبيرة نتاج النضال المتفاني والمثابر وتضحيات الشعب الإريتري لسنوات طويلة.
وأوضح بأن رؤية الشعب والحكومة الإريترية بناء وطن يعمه الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ويتطلب من المواطنين الارتقاء بقدراتهم المعرفية والاقتصادية وتعزيز مساهماتهم لتحقيق هذا الهدف. وأحيت فرقة بيشا الفنية التي ذهبت من إريتريا عروضا فنية في المهرجان رفقة الموسيقيين الإريتريين المقيمين في هولندا. جرت انتخابات مدراء الضواحي في 13 ضاحية بمديرية لوغو عنسبة في إقليم الجاشبركة. وقد جرت الانتخابات في ضواحي ليبان وحبلا وقيرانا خدو وديدا وطلالا ومقركة ودك شحاي ودبر عدها النصف وملزناي دعدا ونأمن ودك زرقو ودرسناي وأدينا. وأوضح مسؤول متابعة المشاريع وإدارات الضواحي في المديرية السيد إياس هيلي عن تقديم المعلومات الوافية للمواطنين حول العملية قبل الاقتراع، وقد نفذت عملية الانتخاب بسلالة أو بنتيجة أفضل. من جانبه قدم مدير مديرية لوغو عنسبة سيد أبراهام حاغوس في الانتخابات التي جرت يوم 8 يوليو في مقركة شرحا حول أهداف الانتخابات، داعيا السكان للتنظيم للدفع بالنفير التنموي عامة وحماية التربة والمياه خاصة. وأكد المدراء المنتخبون على الاستعداد لخدمة ناخبيهم بتفان وإخلاص. مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفصل. على الصعيد العالمي، حذرت الصين من أنها ستتخذ التدابير المضادة المناسبة بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة على صادرات صينية بقيمة 200 مليار دولار. ووصفت وزارة التجارة الصينية في بيان التهديدات الأمريكية الجديدة بأنها غير مقبولة إطلاقا، معتبرة أن تصرف الولايات المتحدة غير عقلاني يضر بالصين والعالم وبهم أنفسهم. وقال نائب وزير التجارة الصيني لي تشيانغ خلال منتدى في بكين إن زيادة الرسوم الجمركية بصورة متبادلة وعلى نطاق واسع بين الصين والولايات المتحدة سيؤدي حتما إلى تدمير التجارة الصينية الأمريكية. نجح فريق إنقاذ في انتشال آخر 4 من بين 12 فتى تايلانديا ومدربهم من كهف غمرته المياه بشمال البلاد في نهاية ناجحة لمهمة محفوفة بالمخاطر حظيت باهتمام عالمي منذ أكثر من أسبوعين. وحوصر أعضاء فريق لكرة القدم الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم أثناء استكشافهم مجمع كهوف في إقليم تشانغ راي يوم 23 من يونيو بعد التدريب، حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الأنفاق. وأعلنت وحدة تابعة للقوات الخاصة بالبحرية التايلاندية يوم الثلاثاء إخراج جميع الفتية. وعثر غواصان بريطانيان على الفتية عثر غواصان بريطانيان على الفتية ومدربهم على ضفة موحلة في غرفة مغمورة جزئيا على بعد عدة كيلومترات داخل الكهف في الأسبوع الماضي. لكن الاحتفال بخروجهم من الكهف سيشوبه بعض الحزن لوفاة غواص سابق تابع للبحرية التايلاندية أثناء مهمة لتزويد المحاصرين بإمدادات داخل الكهف. قتل 20 شخصا على الأقل بينهم سياسي محلي واسع النفوذ في اعتداء استهدف تجمعا انتخابيا وتبنته حركة طالبان. والتفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان هو الأكثر دموية في البلاد منذ بدء حملة الانتخابات التشريعية المرتقبة في 25 من يوليو. وقال قائد شرطة المدينة قاضي جميل إن الحصيلة ارتفعت إلى 20 قتيلا و63 جريحا، بينهم 35 لا يزالون في 2 من مستشفيات بيشاور. وأتى التفجير بعد ساعات من تصريح لمتحدث باسم الجيش أقر فيه بوجود مخاطر أمنية تتهدد حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 25 من يوليو. هذا وفي الجار أفغانستان قال مسؤولون إن مسلحين هاجموا مكتب الإدارة التعليمية في مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان. وذكر مكتب الحاكم الإقليمي أن الانفجارين سمعا قرب الموقع وأن قتيلين على الأقل سقطا وأصيب 5 آخرون. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.